السيفيهات دلوقتي يا جماعه بقت بتتفلتر بالاي اي. لازم تكون عارف ان السي في بتاعك بيترفض ليه وانت بتقدم. معاكم محمد خالد والشوفتيه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نادي المايك اللي عمال بيجري مننا ده. موضوع النهارده يا جماعه هنتكلم فيه عن فكره السيفيهات ازاي بتتفلتر بالاي اي، وايه الحاجات اللي ممكن تخلي السي في بتاعك يترفض او ما يوصلش اصلا. اول حاجه، وقبل ما نتكلم عن اصلا ايه السي في بتاعك، ايه الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل السي في، محتاجين الاول نتكلم هو السي في ده اصلا ايه المراحل اللي هو بيعدي عليها. تعالوا نبدا بالمراحل دي. اول مرحله يا سيدي وهي مرحله الاي اي او الاي تي اس. ايه الاي اي وايه الاي تي اس وايه الحوار ده اصلا، وازاي السي في بتاعنا اصلا بيتفلتر بالاي اي؟ الاي تي اس ده يا جماعه اختصار لكلمه ابليكانت تراكنج سيستم. يعني ايه؟ الفكره بتاعته يا جماعه ان يعتبر السيستم ده بيكون سيستم معتمد على فكره الاي اي. طب بيعمل ايه برضه؟ الفكره بتاعته ان مثلا في شركه من الشركات يكون مثلا مبعوت لها او متقدم على وظيفه ما حوالي 5000 سي في. هيجي واحد يقول لي هو ال 5000 سي في دول اصلا بيتفلتروا ازاي؟ اقول لك بيتفلتروا بقى عن طريق الاي تي اس. الفكره بتاعته ان الاتش ار اصلا او اي شخص عموما عشان يفلتر ال 5000 دول هياخدوا منه وقت ومجهود كبير جدا. فالفكره بتاعته يا جماعه ان يعتبر نظام الاي تي اس ده كل اللي عليه ان انت بتدي له ال 5000 سي في او ايا يكن ايه هو العدد، وبتبدا انك تقول له خد السي فيات دي طلع لي فيهم مثلا السي فيات اللي يكون مكتوب فيها بعض الكلمات. زي مثلا لو انت عندك الوظيفه اللي انت منزل عليها اعلان محتاج فيها مثلا مهارات واحد اتنين تلاته اربعه وخمسه، ويكون فيها خبره ويكون فيها بعض السكيلز اللي تكون موجوده عنده. فالحاجات دي بتدخلها للنظام، تقول له طلع لي من 5000 سي في دول افضل 100 يكون موجود فيهم الكلمات دي واضحه فيهم قوي الجمل دي. بيبدا ان هو فعلا ياخد ال 5000 ويبدا ان هو يفلتر ويقول لك ال 100 سي في دول هم افضل 100 سي في موجود فيهم الكلمات دي. فمعنى كده ان انت ال 5000 سي في ريستيو هنا على 100 بس، يعني في 4900 سي في تمت فلترتهم بالاي اي. هتيجي تقول لي ده حوار كبير، ده حوار كبير حضرتك. 4900 سي في طلعوا بالاي اي، يعني ما فيش حد شافهم اصلا. هقول لك دي فكره الكلمات المفتاحيه وفكره فلتره الاي اي، الاي تي اس. هتيجي تقول لي طب ايه تاني مرحله؟ هقول لك تاني مرحله بقى ان بيوصل للشخص الاتش ار، بيبدا ياخد ال 100 سي في دول او ايا يكن ممكن يبقوا اقل كمان. بيبدا ياخد السيفيات دي ويبدا بقى يفلترها بنفسه. يبدا ان هو يشوف، والله يبدا بقى يراجع يشوف مثلا هل هم كانوا محتاجين خبره رينج معين 3 مثلا لخمس سنين، فيبدا يشوف يتاكد ان فعلا الخبرات دي موجوده. يبدا مثلا يشوف الخبرات دي بقى كانت الشركات عامله ازاي، وفي نفس الوقت المده بتاعتها كانت عامله ازاي. يبدا يركز بقى على التفاصيل بتاعه المهارات، يركز مثلا على تفاصيل معينه، حاجات معينه. فالحاجات دي يا جماعه هي دي يعتبر اللي بيتشك عليها الاتش ار. الاتش ار بياخد السي فيهات من الاي اي يتشك عليها تاني وبيبدا يركز في التفاصيل، ومنها بعد كده بيوصلها للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها يا جماعه وثالث مرحله وهي فكره الفلتره التقنيه او الفلتره الخاصه بالتخصص. لو انت مثلا بتقدم في تخصص معين هندسه او ايا يكن ايه هو التخصص، فبيبدا بعد كده بعد الاتش ار يبدا بعد كده ياخد السي فيات دي ممكن يفلترها تاني، يوصلها مثلا من 100 يوصلها ل 60 او 50 او حتى 30، يطلع منهم مثلا افضل 30 ينقلهم بعد كده للشخص المتخصص بقى اللي هيبدا بقى يفلتر السيفيهات دي بناء على ايه؟ على التخصص. يبدا ياخد السيفيهات دي ويبدا بقى ان هو يفلتر على التخصص. ممكن مثلا من ال 30 او من 50 سي في دول يطلع مثلا افضل 20 او افضل 15. بيبدا ان هو يطلع كده هل الناس دي فعلا شاطره، هل الناس دي ايه السكيلز اللي عندهم، الاكسبيرينس مثلا، الشهادات اللي معاهم. الحاجات دي هو يعتبر اللي بيركز عليها الشخص التقني. فزي ما قلت ممكن مثلا من 50 30 يطلع منهم افضل مثلا 20 او افضل 15، ودول اللي بيروحوا للمرحله اللي بعدها. رابع مرحله معانا وهي فكره الانترفيو. وقتها في المرحله دي بيبداوا ان هم يتواصلوا مع الشخص اللي فعلا بعد السي في بتاعه، وعشان يحددوا معاه ميعاد انترفيو. سواء الانترفيو ده كان انترفيو هيتعمل في اوفيس او الانترفيو ده هيتعمل اونلاين. بس الفكره هم وقتها بيكونوا خلاص حابين ان هم يخشوا انترفيو مع الشخص ده عشان يتاكدوا هل السي في ده فعلا زي ما هم شايفين السي في ده كويس ولا لا في حاجات ناقصه عندك. بعد المرحله دي بيكون عندك حاجه من حاجتين، يا اما يعتبر بعد الانترفيو ممكن ان هم على طول يحددوا اذا كان هيقبلوك ولا لا، او ممكن بعد الانترفيو ممكن ان هم يدخلوك في مراحل تانية. زي مثلا هم ممكن يطلبوا منك تاسك، يقول لك مثلا والله في تاسك معين او في حاجه معينه مطلوب منك انك تعملها، ولو عملتها صح يا عم هتتقبل معانا. وفي نفس الوقت في ناس كمان ساعات بتعدي مرحله التاسك وبتروح لمرحله تانية، وهي فكره انك بعد ما بتعمل التاسك وخلاص بيراجعوا معاك كل حاجه تمام، بيدخلوك في ميتنج تاني او انترفيو تاني، بس بيكون مع المدير التنفيذي او يعتبر صاحب الشركه. بحيث انك بتخش معاه بيبدا ان هو يتكلم معاك وبيشوف
هل انت فعلا تصلح للشركه بتاعته وتصلح انك تبقى فعلا في التيم بتاعه ولا لا. فدي يعتبر المراحل اللي بيعدي عليها السي في بتاعك، او المراحل اللي انت بتعدي عليها عشان تتعين في اي شركه. هيجي واحد يقول لي الكلام ده جامد جدا، بس ايه بقى الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها وانا بعمل السي في؟ اقول لك يلا بينا. اول حاجه انك حاول انت اللي تعمل السي في، ما تخليش حد يعمل لك السي في. حاول انت اللي تعمله بنفسك. ما تقولش قصدي في مثلا واحد قريبي بيعرف يعمل سيفيات، او اخويا الكبير او ايا يكن هخليه هو اللي يعمل لي السي في. لا، اعمله انت بنفسك. انت اللي هتبقى عارف السي في ده مكتوب فيه ايه، وانت اللي عارف السي في ده هتضيف فيه ايه وما تضيفش فيه ايه. انت اللي اعمل السي في بنفسك. تاني حاجه يا جماعه، وهي فكره التمبلت اللي خاصه بالسي في. حاول انك تعمل تمبلت يكون كويسه. يعني ايه تمبلت؟ يعني الشكل بتاع السي في. ما تحاول انك تبعد عن فكره الاشكال اللي بيكون فيها بهرجه كتير وفيها افراح كتير والوان كتير. لا، حاول تختار حاجه تكون مريحه للشخص اللي هيقراه، لان السي في بتاعك هيتراجع اكتر من مره. طبعا احنا فكره التمبل دي مش هتاثر قوي في الاي تي اس في الاي اي، بس هتاثر مع الاتش ار. الاتش ار بيكون مبعوث له مثلا زي ما قلت 50 او 100 سي في متفلترين اي اي. فكره ان هو يشوف السي فيهات دي كلها، لما يجي هو بيشوفهم يلاقي في سي في شكله مش مريح بالنسبه له، فممكن دي تكون حاجه تاثر على السي في بتاعك وتخليه ان هو يشيله من بره السي فيات. اقول لك من التمبلتات دي انك ممكن تشوف حاجه زي الوورد، تعمل حاجه تكون هاديه جدا وعاديه جدا، او ممكن انك تشوف حاجات مثلا من على كانفا. كانفا يعتبر بيكون عليه برضو حاجات كويسه، بس الوورد عادي جدا. اعمل السي في بتاعك على تمبلت وورد، على شكل وورد. ثالث نقطة انك حاول السي في بتاعك تكون كاتب فيه العناوين المهمة. يعني ما تجيش وانت بتكتب السي في تلاقي نفسك بتكتب مواضيع تعبير والسي في بتاعك ايه داخل مثلا على 5 صفحات ولا 6 صفحات. حاجة زي كده ما حدش هيبص لها اصلا. حاول تكتب العناوين المهمة وتكتب المهارات المهمة اللي عندك. الحاجات دي حاول انك تركز عليها، ما تكتبش تفاصيل كتير. حاول السي في بتاعك يكون مثلا في رينج صفحتين، اعلى حاجه يكون 3، ما يوصلش ل3 او ما يعديش ال3. ده اهم حاجه، ما يكونش السي في بتاعك فيه تفاصيل كتير. النقطه اللي بعدها، انا يعتبر مش هحفظ ارقام فيعتبر بقى نمشيها نقط. اوكي تمام. النقطه اللي بعدها اللي احنا بنتكلم فيها انك حاول ما تكذبش في السي في. ما تكذبش في السي في، ما تكذبش، عشان الكذب هيبان. ما تجيش تقول اصل انا هكتب يا عم محدش ياخد باله. هيبان في الانترفيو، وحتى لو انت عديت الانترفيو واتقبلت هيبان. اول ما بتشتغل في اي شركه بتبقى تحت فتره تجربه، هيبان. اوكي هيبان، ما تحورش، ما تكذبش. هيبان لو كذبت، فما تكذبش في السي في. النقطه اللي بعدها وهي فكره انك تحاول تخلي السي في بتاعك بالانجليزي مش بالعربي. حتى لو انت في بلدك دوله عربيه، حاول تخلي السي في بتاعك بالانجليزي مش عربي. وطبعا ما تكونش انت بتقدم على شركه انترناشونال او حاجه شركه اصلا اجنبيه تبعت لهم سي في عربي، ما اكيد مش هيشوفوه اصلا، وحتى لو شافوه مش هيفهموه. نبعته بالانجليزي. النقطه اللي بعدها هي فكره انك تركز على طرق التواصل بتاعتك. يعني انت عملت سي في حطيت فيه كل حاجه وظبطت كل حاجه، والشركه حابه تتواصل معاك. لو انت طرق التواصل دي مش شغاله او مش حاططها، فانت السي في بتاعك اتكنسل خلاص، اتشال. لازم تكون متاكد ان طرق التواصل اللي انت حاططها شغاله. طبعا رقم التليفون اهم حاجه. ومثلا لو انت بتقدم كمان انترناشونال، بتقدم لشركات بره بلدك، لازم تتاكد انك حاطط الكود بتاعت البلد، عشان ما يقعدش يدور على الكود بتاعت بلدك. لا، تكون حاطط الكود. مثلا انت في مصر يبقى مثلا +2، بحيث ان هو بيرن ياخد على طول الرقم ويرن عليه، ما يقعدش يدور على كود البلد دي ايه. تمام. نفس الحوار الميل، لازم تركز الميل بتاعك يكون موجود، ويكون يا جماعه الطرق دي شغاله. ما تحطش ميل قديم ولا تحط رقم تليفون انت هتغيره، ما تعملش ده. حط حاجات تكون شغاله. اخر نقطه معانا يا جماعه وهي فكره ان السي في بتاعك يتبعت كPDF. اشهر حاجه وافضل صيغه وافضل طريقه بتبعت بيها السي في، تبعته كPDF، كملف PDF. ما تبعتوش وورد، ما تبعتوش ملف ما بيتفتحش. ابعته PDF. معلش يا جماعه نستحمل ونبعته PDF. ده اهم حاجه. الدنيا يا جماعه دلوقتي خلاص بتليل، فيعتبر خلاص بقى بننجز الفيديو، يعتبر الفيديو خلاص خلص. دي يعتبر كده اهم النقط اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فكره السيفيهات ازاي اصلا بتتفلتر، عشان وانت بتقدم تكون عارف السي في بتاعك ده هيعدي ولا لا، ولو اترفضت او الشركه ما كلمتكش تبقى انت عارف السي في بتاعك اترفض ليه او ما اتقبلش ليه. فلازم نكون مركزين قوي يا جماعه في النقط دي، ولازم نتجنب الاخطاء اللي بتحصل في السي في، ولازم ان احنا نحاول نخلي السي في بتاعنا يكون بيتعمل له ابديت، ولازم نكون بنعدل عليه وبنتشيك عليه كل فتره قبل ما نقدم على اي وظيفه. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. ما تنساش طبعا يا جماعه نعمل لايك وسبسكرايب وشير، الحاجات دي يا جماعه بتفرق جدا 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 جدا. فيعتبر كده الفيديو بتاعنا خلص. كان معكم محمد خالد والشغوفتيه.